إذا كان الوطنيون قد انتقدوا في دفتر مطالبهم عددا من ممارسات سلطات الحماية الفرنسية، فإنه لم يكن في وسعهم إلا الاعتراف بإيجابية بعض منجزاتها، وإن كانت لا ترقى إلى مستوى آمالهم. ولهذا فقبل الوقوف على النواقص في هذا المرفق أو ذاك، عبر الوطنيون عن رضاهم عما كان إيجابيا في مشاريع فرنسا بالمغرب. وجاء في المذكرة بهذا الخصوص: خطى المغرب خطى واسعة في سبيل تجهيزه تجهيزا عصريا بتخطيط الطرق ومد السكك الحديدية وتشييد البنايات الإدارية، فالمغاربة ينشرحون لهذا التجهيز ويعترفون بمجهودات الحماية في سبيله. ففيما بين 14,900 وألف و27,900 وألف تم مد 2000 كيلومتر من السكك الحديدية لربط كل من وجدة وفاس ومكناس والطنجة والرباط والدار البيضاء ومراكش. وشهد ميناء الدار البيضاء غداة الحرب العظمى ازدهارا ملموسا بعد أن دشنت فيه أرصفة عصرية وأجهزة متطورة جعلت منه بمرور الأعوام أحد أهم الموانئ في إفريقيا. وبفضل نشاطه شهدت مدينة الدار البيضاء تحولا كبيرا، إذ نشطت فيها حركة عمرانية وتجارية وصناعية استقطبت هجرة قروية لم يعرف المغرب لها مثيلا من قبل. وقد ساهم في هذه التحولات أيضا استقرار عدد كبير من المعمرين فيها لاستثمار أموالهم في قطاعات مختلفة. C'est un patronat qui a une trentaine d'années, qui est jeune et qui pense à cette dynamique rationalisante, organiser le travail. الأمر يستدعي تخطيطا. إنه نفس باترونا له 30 سنة، باترونا حديث في هذه الدينامية العقلانية، تنظيم العمل وتنظيم الإنتاج وعقلنته. هذا الباترونا إذن سيغير المغرب خلال الأزمة، إذا جاز لي القول ذلك، ما دام أنه سيؤسس الحي الصناعي الصخور السوداء بالبيضاء. إنه باترونا صناعة الحديد، باترونا شركة لوسيور وشركة كورنو، لافارج وصناعات الأسمنت الدار البيضاء. خلال الأزمة ستتحقق هندسة لمدينة الدار البيضاء، وبناء سيجعل من المغرب أحد أجمل نماذج معمار سنوات الثلاثينيات، وحتى في الأتات مع إقامة مدرسة نانسي في مراكش. هذا أيضا في الفنادق ترانس أطلنطيك، وفي تفراوت لا زال أحد هذه الفنادق موجودا كما هو. Il y en a encore qui subsistent tel qu'en lui-même à Tafraout. إذا كان المستثمرون الخواص قد أنعشوا الحركة الاقتصادية في الدار البيضاء، فإن السلطات العمومية أعطتها دفعة كبيرة بفضل العائدات المهمة التي أصبح يوفرها بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية قطاع الفوسفات، الذي استحوذت عليه منذ انطلاق استغلال منجمي خريبكا سنة 21,900 وألف ولوي جانتي اليوسفي حاليا سنة 22. لكن في نفس الآن سيحدث أثرا تحديثيا مزدوجا،
وباعتبار غياب مداخيل الفوسفات وأيضا أزمة المناجم سيكون هناك تدخل للدولة. سترتفع مساهمة الدولة وفعلها في الشركات الشريفة للفوسفات، وسيخلق أيضا مكتب للدراسات والمساهمات المعدنية. فإذا ستخلق دينامية توجيهية للدولة، وهو ما سيريد اليسار المغربي القيام به فيما بعد، أي توجيهية الدولة من أجل تحريك الاقتصاد. Que j'ai évoqué, et puis il y a cette intervention de l'État, l'Office chérifien des phosphates, au Bureau de recherche et de participation minière, mais en même temps, il y a l'organisation du patronat. في مسألة تنظيم الباترونة كان هناك جزء عصري تحدثت عنه إلى جانب تدخل الدولة هذا في شخص الشركة الشريفة للفوسفات أو مكتب المساهمة المعدنية، وفي نفس الآن هناك تنظيم الباترونة الزراعي والتجاري أو أساسا التجاري في غرف الزراعة والتجارة. فغرفة الفلاحة بمكناس يرأسها صاحب زراعة الخمور. وللدفاع عن المصالح لا بد للمعمرين من المرور عبر الغرف الفلاحية. لكن لا يجب أن ننسى أن في المغرب تماما مثل كل الدول التابعة هناك اقتصادان، هناك الاقتصاد الفلاحي للمعمرين، ثم هناك اقتصاد القمح الصلب، الزيتون، الفواكه، أي اقتصاد المغاربة، وهذان القطبان يتعايشان. Donc il y a cette économie agricole des colons, et puis il y a l'économie du blé dur. وسائلها المادية المتواضعة، ولكن بروح قتالية عالية أن تكبد قوات الاحتلال خسائر جسيمة أثارت انتباه الملاحظين، لا سيما بعد مقتل الضابط أنري دو بورنازيل الذي سبق لنجمه أن سطع إبان احتلال تافيلالت ومواجهة المقاومة العنيفة التي كان يقودها هناك المجاهد بالقاسم النجادي. وإذا كانت الكلمة الأخيرة للآلة العسكرية المتطورة في معركة بوغافر، فإن دهاقنة الجيش الفرنسي أمثال الجنرالات يوري وكاتخو وجيغو وسبيلمان قد اعترفوا جميعا بعظمة صمود أيتعطا.
كانت السياسة التي اتبعها لوسيان سان في المغرب خلال مدة تقلده منصب المقيم العام في الرباط بين 29,900 و1000 و33,900 و1000 قد عملت على إبراز تناقضات نظام الحماية فيما يخص شعاراته النبيلة وممارساته الاستعمارية. وقد فجر ظهير 16 ماي 30,900 و1000 هذه التناقضات، وبدأت الهوة تتسع بين الإقامة العامة والمعمرين من جهة، وبين الحركة الوطنية والسلطان سيدي محمد بن يوسف من جهة أخرى. ولما تولى أنري بونسو تمثيل بلاده في المغرب بين 33,900 و1000 و36,900 و1000 لم يتمكن من إرجاع الثقة إلى العلاقات المغربية الفرنسية، بالرغم من إلغائه في أبريل 34,900 و1000 المادة السادسة من الظهير المذكور، والتي كانت محط الانتقاد الشديد من لدن الحركة الوطنية لكونها تخضع قسما من رعية السلطان للقضاء الفرنسي. المهم كانت مقاومة واندفاع من الشباب، والشباب اللي ندافع بها مختلف، يعني استقطاب ديال الشباب في 3 مدن بصفة خاصة، يعني سلا والرباط وفاس ثم مراكش ثم الدار البيضاء وغيرهم ثم اسفي، كلها مدن كلها تحركت. ولكن اللي كيضيف كيعطي هذا الشيء أهمية كبيرة، أن منطقة الشمال اللي ما ظهرش بها الظاهر وهي اللي فيها سمن الولي كيحكم، هي نفسها تحركت واحد الحركة كبيرة في يعني اجتماعات في المسجد الأعظم ديال تطوان، وتضامن ديال الوطنيين التطوانيين في طليعتهم الحاج عبد السلام بن نونة رحمة الله عليه، ثم الوطني الفقيه طنانة، ثم أستاذ طريس رحمة الله على الجميع. الضمير الوطني، الضمير الإسلامي، الضمير ديال هذه البلاد هذه اللي علاش مبنية هذه البلاد هذه كله يموت أو تكل له الضربات ولا يحرك أحد ساكنة. ثم إذا وقعت الرجل الأولى الاحتجاج، دخلت الناس بطبيعة الحال ككل مسلم ما كيدخل الجامع، دخلوا الجامع على إثر كل صلاة جامعة اللهم يا لطيف الطب ما جرت به المقادير ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر. بدأت بها الصلوات، وقعت ضجة، وقع القيل والقال، انطلقت الحركة الوطنية بعد الاحتجاج كان له مؤداه بعد 4 سنوات. اضطر الفرنساويين يتراجعوا بأن صدر ظهير جديد في 1934 ابريل 1934 تيقول على انه يعني القبائل عندها يعني في الجنايات وفي المعاملات تعمل بمعاملاتها لا باس بذلك، ولكن فيما يخص الجنايات الحكم للمحكمه الشرعيه والمحكمه للاستئناف الشريفه في الرباط، يعني رجع الحكم الى السلطان والى يعني حظيره الدوله الوطنيه. لم تكن الظرفية الاقتصادية تساعد على تلطيف جو العلاقات بين المغاربة والمعمرين، فانعكاسات الأزمة العالمية كانت سيئة على أوضاع الحرفيين في المدن، وتوالي سنوات الجفاف جعلت وضعية الفلاحين في البوادي أسوأ حالا. وعلاوة على ذلك أصيبت الشبيبة المغربية المتعلمة بالإحباط نظرا لسياسة التهميش التي مورست ضدها من لدن الإدارة الفرنسية. أما المعمرون الأوروبيون الذين غرقوا أفواجا إلى الاستقرار في المغرب غداة الحرب العظمى، فإن فئة منهم خاب أملها لكونها لم تغتنم بالسرعة المرتقبة، بل على العكس من ذلك سقطت ضحية ابتزاز الأوساط البنكية. وقد سبق أن أطلقت هذه الفئة الأخيرة صرخة مدوية للتعبير عن التذمر مما أصابها عندما نظمت مظاهرة احتجاجية في فبراير 34,900 و1000 أمام الإقامة العامة بالرباط. وقد خلدت الصحافة هذه المظاهرة تحت اسم تمرد المعمرين المجزوزين، لكون المتظاهرين قد حلقوا رؤوسهم تعبيرا عن العوز وعن الاستياء من أوضاعهم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.